السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا جماعة أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه. النهاردة هبدأ يومي كده معاكم بكوباية القهوة باللبن الحلوة دي. قلت كده اما اروق على نفسي شوية قبل ما أبدأ الطبيخ. هعمل معاكم فنجان القهوة ده. لازم بقى ايه ندلع نفسنا كده الصبح، بما ان ولادي نايمين قلت اهرب منهم شوية ونعمل فنجان القهوة ده على نار هادية كده، نشرب القهوة سوا. وبعدين كالعادة حيرانين هنطبخ ايه النهاردة. طبعا انا بقالي مدة ما بصورش، اعذروني. بصراحة انا متكسلة وفي نفس الوقت بنتي ما بتسيبنيش خالص، متعلقة بيا جدا اليومين دول، فما بعرفش اصور منها ولا اعمل حاجة خالص. فيعني ربنا يعيننا. هنعمل النهاردة حاجة خفيفة كده بعد ما نظبط بقى ايه كوباية القهوة باللبن العظيمة دي. اتفضلوا معايا يا جماعة. طبعا ديت اللي بتظبط الدنيا الصبح كده. هنبدأ بقى ايه مع بعض على في حلة على النار. هنحط فيها 3 معالق سكر، وهنسيبهم لما يسيحوا خالص ويتكرملوا معانا. لما يبدأ يسيح كده هنقلب المعلقة علشان انا مش عايزاه يغمق، عايزاه يبقى لونه ذهبي حلو، مش عايزاه يغمق خالص. ليه بقى؟ لان احنا هنعمل الرز بتاعنا رز خفيف كده، رز عادي مش بسمتي ولا حاجة. هعمل رز عادي. كرملنا الرز بتاعنا اهو السكر، وبعدين هنحط المية بتاعتنا بتاعة الرز، هنحطها على السكر ونسيبه على النار لحد ما الكراميل بتاعنا دوت يدوب في المية خالص. هنسيبه لما يدوب. حطينا معلقة صغيرة كركم ومعلقة كبيرة بودرة الزعفران. طبعا الزعفران يا جماعة ده غالي جدا بس مفيد جدا وصحي. وحطينا الملح بتاعنا بتاع الرز واستنينا لما المية غلت كده. هنبدأ بقى نحط الرز بتاعنا اللي احنا غسلينه ومصفيينه، هنحطه في المية اللي انتوا شايفينها دي، اللي احنا حاطين فيها ايه، حاطين فيها سكر متكرمل والملح بتاع معيار الرز ومعلقة صغيرة كركم ومعلقة كبيرة بودرة زعفران. بودرة الزعفران بتتجاب من عند العطار، ديت مخصوصة للرز. تمام. هنسيبه بقى لما يتشرب المية خالص ونيجي نشوف الفراخ بتاعتنا ديت. الفراخ دي يا جماعة انا بجيب الفراخ كاملة وبخلي الصدور بتاعتها بقطعها للبانيه، واللي وراك بتبلها زي ما انتوا شايفين كده وبعينها في الفريزر متبلة وبطلعها على طول على الشوي، بشويها على طول. طبعا حطلها بصل وكركم وفلفل اسود وملح وتوابل فراخ، بودرة بصل، بودرة ثوم، معلقة مستردة، معلقة كاتشب، ليمونتين مع ليمونتين وربع كوباية خل. كل دوت حطها في التتبيلة بتاعة الفراخ
المشوية وببيتها فيها، وبعدين بقوم حطاها في الفريزر واخليها جاهزة كده لحد ما استخدمها في اي وقت. الرز بتاعنا اتشرب اهو، بقلبه اهو. طبعا هو جاي فاتح قوي في الكاميرا، بس هو لونه كان روعة، لونه ذهبي. هنسيبه بقى، نوطي عليه ونسيبه يتردد براحته. هنا بقى صينية على النار سخنتها جدا، وبعدين بنحط الفراخ تاخد صدمة، والصينية سخنة بنحطها تاخد صدمة كده، معليين النار طبعا. تمام، بنسيبها شوية كده النار عالية عليها، وبعدين بنحط التتبيلة بتاعتنا بالبصل بكل اللي فيها على الفراخ، وبنسيبها تاخد غلوة كده الأول بالتتبيلة دي، وبعدين بوطي عليها. حطيت البصل عليها اهوت علشان ياخد الطعم، التوابل اللي فيه، وبعدين بوطي وبغطي عليها لحد ما تبقى نص سوا كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه. كده بقت نص سوا. بنشيل بقى البصل والتوابل اللي على الفراخ من فوق، علشان هندخلها الفرن تكمل السوا بتاعها وتاخد اللون الجميل بتاع الشوي، وتتحمر من فوق ومن تحت وتبقى روعة. هندخلها بقى الفرن. نبقى مولعين طبعا الفرن من فوق ومن تحت، وهنا في طاسة على النار هنحط فيها معلقتين سمنة بلدي وشوية زيت. تمام، هنحط بقى شوية زبيب كده، نشوحهم في شوية السمنة دول لحد ما يتنفخوا ويبقوا كده حلوين كده، مش بياخد وقت خالص، منسيبوش يتحرق. بنشوحه كده لحد ما بينفخ معانا وبيبقى جميل كده، وبعدين بنقوم حاطينه فوق الرز بتاعنا. ونقلبه بقى. طبعا الطريقة دي للرز بتديله طعم خطير، بيبقى طعمه حلو جدا يا جماعة ومختلف وتغيير. هتحبوه جدا لو جربتوه، هتحبوه جدا يا جماعة. تمام، هنسيبه بقى كده شوية لما نشوف الفراخ بتاعتنا بتكمل سوا اهي، بدأت ان هي تحمر. هنطلعها بقى فوق في الشواية تاخد اللون الجميل. طبعا شايفين السمنة اللي نزلت منها قد ايه. ده احسن حاجة لما بنعمل الفراخ المشوية، بنتخلص من اي دهون فيها بالطريقة دي. ما شاء الله شكلها خطير، والريحة خرافة بصراحة. الريحة كانت جايبة لاخر الشارع، والطعم كمان تحفة. كده خلاص خلصنا. هنبدأ بقى نغرف الطبق الجميل بتاعنا. الرز بقى جاهز خلاص. طبعا اللي عايز يعمله برز بسماتي مفيش اي مشكلة، بس طبعا ده اوفر لنا. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا
نشيلها بقى من الصينية علشان التوابل والدهون اللي نزلت منها دي. هنشيلها بقى ونحطها على الرز بتاعنا بالطريقة دي. الفراخ ما شاء الله ما شاء الله كانت دايبة مستوية سوا جميل جدا. وبكده خلصنا الطبق بتاعنا. طبعا عايزين نحط عليها شوية مكسرات، شوية زبيب، نرش عليها من فوق كده. كده الطبق بقى جاهز، مش محتاج اي حاجة. ما شاء الله الفراخ شكلها تحفة وريحتها خطيرة زي ما انتوا شايفين. وبألف هنا وشفا، هسيبكم بقى تستمتعوا بالمنظر الخطير ده. يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشجعوني بأي كومنت أو دعوة حلوة.